جه ميعادنا الأسبوعي مع الفقرة التاريخية واللي بنتكلم فيها عن التاريخ المصري القديم، من الحاجات اللطيفة جدا والممتعة إن احنا نقعد نتكلم عن المصري القديم ونشوف العبقرية بتاعته ازاي وصلت لحد فين. يعني ازاي الدولة المصرية القديمة كانت تقدمت بشكل كبير جدا، كان عندها قوانين، كان عندها حياة اجتماعية موثقة، يعني فيها حياة كده مختلفة وتقدم. زي ما كنت بقول النهاردة اخترنا مسألة قوانين والعقوبات عند المصري القديم كان شكلها ايه. هنرحب بضيفنا هيتكلم معانا في هذا الموضوع دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعيه وعضو اتحاد المؤرخين العرب. صباح الفل. صباح الورد يا فندم، اهلا يا اهلا بحضرتك. وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه من الحاجات الجميله قوي الواحد لما يقعد يتكلم عن المصري القديم طبعا كده ويتخيل حياتهم كانت عامله ازاي. والحقيقه انا بشوف يعني والله اعلم انها كانت حياه رائعه جدا. طبعا. اخترنا النهارده نتكلم مع حضرتك على مساله قوانين العقوبات. امتى ذكر لنا التاريخ ان بدأ يبقى انه المصري القديم شعر بانه في احتياج لوجود قوانين؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في البدايه لابد ان نؤكد ان حياه المجتمع المصري القديم اثمارها او بمثابه نمائها اعتمادا على فكره ادراكه للضغينه البشريه ومن ثم السمو البشري مجازا. الجانبين دول بالتحديد قدروا ان هم يحدثوا عنده صوره من التوظيف. نعم. من اجل اتمام النماء واتمام الاستمراريه، اتمام التعاون المشترك. الجوانب دي كلها ان طبيعه اي انسان بيحتاج لوجود قانون ينظم له حياته. طبعا. الجوانب دي كانت في بداية عصور ما قبل التاريخ، يعني منذ قديم الأزل. والمصري القديم عنده فكرة إدراك إن لابد يبقى أنا عندي بمثابة حياة منظمة، خطة عمل مجازا لحياتي. طب دي أولدها إزاي أو بمثابة تبقى موجودة عندي إزاي بالتحديد؟ إن عندنا في بداية الحياة عموما كان الإنسان بيحاول إن هو يعمل لنفسه حماية خاصة بيه. يعني العنصر القوة كان هو العنصر الأساسي في إن هو يحمي نفسه، يعني أشبه عامل قانون فردي مجازا. طيب الحالة دي خلته يبقى عنده فكرة إن كل شخص هيبقى على هذا النحو، فكده بقى عندنا تعددية في القوانين. طيب يعني إذا من كلامي يبقى عنصر القوة هو اللي سيطر على الحالة العامة. أيوة. طيب بقى عندي منظور بمثابة القضاء الخاص اللي هو معتمد على سيادة القوة. طيب مع التطور لقينا عدد كبير جدا من الاشخاص بقى على نفس النحو، فابتدوا ان هم بمثابه يبقى في من اسره بسيطه لبمثابه لجماعه لمثابه لاقليم لمثابه بقى في دوله. طب يعني وصلت في النهايه بقى في ايه؟ قضاء للدوله. أيوة. معتمد على ايه؟ زي ما قلت ان القضاء الخاص معتمد على سياده القوه، اما قضاء الدوله بقى معتمد على قوه السياده او القوه اللي هي تعلق السياده مجازا. الحالة دي بالتحديد قدر ان هو يوصل لها في وجود عدد من زي ما بنقول طبقا للعصر الراهن عدد من المحاكم القضائية. يعني من كلامي ده ان مزج ما بين القانون وبين القضاء، الاتنين بقى بمثابة في تناغم ما بينهم او امتزاج مشترك، مفيش فصل ما بين الجانبين. فنفس النحو اللي احنا بنشوفه حاليا بوجود محاكم قضائية بتبقى كبرى او مركزية، بالاضافة اللي فيه محاكم بنقول محلية مجازا، الجوانب دي كانت موجودة بكل الصور الممكنة. المحكمة اللي هي بنقول الكبرى او المثابة المركزية كان بيسميها حوت ورد، يعني المحكمة العليا مجازا. والمحاكم اللي هي بمثابة المحلية اللي بتتواجد في الأقاليم كانت بتسمى برضو باللغة المصرية القديمة باسم قنبت. اسمها قنبت بالقاف، قنبت، قنبت، على اعتبار ان هي محكمة بتبقى منوطة بالاقليم بس او المنطقة محددة. زي ما عندنا مثلا بتبقى بنقول بعض الساحات القضائية اللي هي بتبقى منوطة ببعض المراكز أو المدن عندنا، ومن ثم لو الأمر تصاعد بيبتدي ينتقل للمحكمة المركزية الأعلى أو الضوابط اللي هي الأعلى اللي بيتخذ فيها الإجراء. طيب الجوانب دي كلها يعني أنا قدام مؤسسات قضائية متعددة، طبعا قدام مجتمع فيه قانون، مجتمع فيه سيادة عظمى. طب الجوانب دي مين اللي اخترع القانون بقى اللي دي ينظم نقطة المحاكم مهمة. دي؟ يعني دي أنا كده بقى عندي فصيل مشترك من فئة كبيرة جدا بيديرها الوزير بمثابة هو المسؤول الرسمي عن المحكمة المركزية مجازا، مع عدد من الأعضاء أو القضاة. يكاد يكون عايز أقول لحضرتك بيتم اختيارهم بصورة أو بعناية شديدة جدا للغاية، عشان هو يبقى عنده سمو. طبعا اختيارهم بيتم على أساس إيه؟ اللي هو أولا يبقى عنده فكرة السمو والأخلاق
وفكره ان هو يعني التدين عنده او عنصر الدين هو المحور الاساسي ليه، لان هو ما يحكمش طبقا لاهوائه او رغباته، يبقى حكمه طبقا للدلائل اللي هي الموجوده امامه مع الجانب الديني اللي هم ساريين عليه بالتحديد. بالاضافه ان هو يبقى عنده ثبات ذهني وثبات في حياته ومبدا اخلاقي هو بيعتمد عليه. كل الجوانب دي، لان هنقول حاجه دلوقتي مهمه جدا. أيوة. لكل قاعده شواذ. طبعا. حصلت لنا كوارث في مصر القديمه بوجود قضاه مرتشين. يعني الرشوه كانت موجوده زي ما ممكن بيحصل في المجتمعات الراهنه، مش في مصر بس، في كل دول طبعا. العالم. طبعا. في تزوير حصل في هي المحاكم. طبيعه بشر يعني. بالظبط زي ما انا قلت، دي طبيعه هو وضع القانون عشان يحكمها او يحجمها مجازا. هل التاريخ بيذكر لنا هو ليه بدأ يعمل ده تحديدا؟ فكره انه يبقى فيه محاكم وان يبقى فيه قانون وتشريع للقانون. طبعا. لان دايما احنا حتى في المثل الدارج بنقول لو ما فيش قانون تبقى شريعه غاب. بالظبط. فهل المصري القديم تعرض، او ايه القصص او المواقف اللي تعرض ليها اللي بيها خلته يسعى لده؟ انتشار الجرائم بكل انواعها، بدايه من السرقه. السرقه دي بالتحديد كانت يمكن العنصر الاساسي اللي ممكن كانوا نقول بيسرقوا ايه زمان؟ ممكن نقول منشآت مدنيه، منشآت دينيه، سواء بنقول منشآت مدنيه او من ممتلكات خاصه بالاشخاص، ممتلكات خاصه او ممتلكات عامه تشتمل على معابد، على مقابر. لان احنا بنتكلم اوريدي على طبيعه بشر، فطبيعي لازم وجود قانون يحكم الامر ده. طبعا. طيب الجوانب دي قبل ما هتطرق لفكره العقوبه بقى اللي ممكن يحطها على اللي هو الشخص اللي تسبب او اتهم بالقضيه دي بالتحديد، في مبدا مهم جدا عايز اقوله، ان في فتره زمنيه في الاسره 26 حصل بمثابه تحجيم من الدوله المصريه، والنقطه دي كانت سلاح ذو حدين. ان كان في قانون اوريدي موضوع وفي عقوبات خاصه بالسرقات، بس كان في الفترة دي بالتحديد زادت عدد السرقات في مصر القديمة، سواء بنقول سرقات للمقابر المختلفة ومن ثم مقابر ملكية، يعني مومياوات تم نهبها، المقابر بصورة كاملة، بنقول ممتلكات خاصة بالأشخاص عاديين، جوانب أخرى متعلقة ببعض السرقات المختلفة. ده خلاهم يعملوا حاجة أشبه، انا ما اعرفش ممكن المسمى يتوصف ازاي في العصر الراهن، بس اشبه ان هم يجندوا زعيم السارقين، لو هوصفها بكده. اللي هو فكره يبقى مرشد بالنسبه لهم. هو ما خلوهاش مهنه بالمعنى، بس خلوها عشان يحجمها او يتحكم فيها بعض الشيء. الامر ده كان سلاح ذو حدين، ان عندنا كانوا بيختاروا مثلا في منطقه معينه الزعيم مجازا نفترض، او الشخص اللي هو منوط بكل الايه الاشخاص اللي ممكن يبقوا محكوم عليهم في عدد من القضايا الماضيه اللي هي تعرضت للسرقات، فيبقى عارفهم مجازا. أيوة. هو ده اللي يبقى مسؤول لو في اي سرقه جديده حصلت او اي قضيه جديده مجازا، يجيبوه هو يبتدي يرشد زي ما حضرتك ذكرتي على الاشخاص اللي ممكن يكونوا متهمين في ده. أيوة. مقابل ان هو ايه، ياخدوا الربع من القيمه. فدي يمكن كانت سلاح ذو حدين هنا في مصر. طبعا خلت اشبه بوجود مهنه مجازا، ويمكن النصوص ذكرتها، وعندنا بعض المؤرخين قاموا بتحليلها، اللي منهم وصفها زي ديودور الصقلي بالتحديد ان هي اشبه بموضع مهنه بس مش بالمعنى. الامر السيء في الموضوع ان ده خلى عندنا ان المجتمع بقى فيه جزء منه سلبي، بيثبت ان الحكومه المركزيه مش مهيمنه بالكامل، لانها ابتدعت اشبه بشيء اخر فوق القانون، وده اللي تسبب في غزو الفرس لمصر. ودي نقطه مهمه جدا، يعني طبعا. احنا مفيش اي عدو يقدر يحتلك الا لو كان بسبب ظاهره سلبيه في المجتمع المصري طبعا، لان النزعه الانسانيه المصريه الدوله مخوخه من داخلها بالظبط، والنضال والكفاح والتضحيات دي غريزه انسانيه في الشعب المصري، والانسان المصري مش موجوده في شعوب الارض بالكامل. إذا أي شعب هيفكر يعتدي عليك لازم في ظاهرة ما هي اللي تسببت في إحداث ده. أيوة. فين بقى الظاهرة دي؟ بيكشف عنها التاريخ بمواضع متعددة. أيوة. لأن هم مش هيلجأوا إن هم يردموا على خطوة زي كده إلا لو عارفين إن مجتمع داخلي أصلا في تعرض. أيوة. في حركة ما هو إحنا دايما بندرس يعني مزبوطة. أسباب الغزو، إنه طبعا. الفساد، زيادة السرقات، يعني في حاجات أساسية كده حتى كنا بنحفظها لأولادنا وهم صغيرين في المدارس، انه ده يحفظوا، ده اساسي مع طبعا. غزو لاي دوله
لازم يبقى فيها بالفعل. فساد، لازم يبقى فيها سرقات، لازم يبقى فيها انه الحكام مش قادرين وفيها يسيطروا قانون بشكل. طبعا، والقانون اللي بيحكم يعني طب. هو وضع القانون زي ما انا قلت يعني امتى الجزئية وضع القانون ده وضعه او منذ قديم الازل زي ما انا لسه بتكلم يعني هو ابتدى بعد وجود المؤسسات القضائيه دي بمختلف فئاتها، يبقى في قوانين بتنظم الجرائم المختلفه زي طبعا. السرقات كان مثلا بيحكم عليه في السرقه اقصى عقوبه الاعدام او عند الموت. المصري القديم. بالفعل. ايه تاني من الجرائم يا فندم عشان اعرف شكل السلوك لسه في المجتمعي؟ يعني العواقب دي بتبقى اقصى درجه ممكنه للسرقات. لو انا سرقت مثلا مقبره ملك دي اقصى درجه ممكنه، ممكن اعدام. لو تسببت في سرقه بعض العناصر المتعلقه مثلا بالمعابد بعدها ممكن ينزل الامر او يقل العقوبه، بس ان هم ممكن يقطعوا له ايده، قطع الايادي زي ما بيحصل مثلا في بعض الجوانب اللي هي في الدين الاسلامي. جوانب اخرى ممكن اللي هو يوصل بيه ان هم مثلا يقطعوا مراخينه او يقطعوا اذنه بالتحديد، الانف او الاذن بالتحديد ده كان بيحصل، او النفي للخارج. دي جوانب او مثابه بنقول بس ما عقاب. هو ده كل جريمه يعني على حسب جزئيه الجريمه. لو انا مثلا سرقت من شخص عادي، لو انا تطرق الامر ليا ان سرقت معبد، لو تطرق الامر ليا سرقت مقبره. طب ده في السرقات بس. اختلست نفترض او رشوه. سرقت الضرائب المصريه، يعني كله على حسب القضاء هيشوف ملابسات القضيه ايه. زي ما احنا حاليا يقول له انت هتاخد 3 سنين، لا ده في حد تاني ياخد 10 سنين 15 سنه، لان في زي ما انا قلت ممكن ما يبقاش السارق واحد بس، يبقى في ناس مثلا مجموعه معاه، دول برضو بيتحكم عليهم بدرجات متفاوته او سنوات متفاوته. نفس المنظومه الحاليه كان وضع لها ضوابط، وفي نفس الوقت كان في زي ما بنقول ايه فكره اللي هي بنقول مش القانون قابل للخرق مجازا، بس القانون بالتحديد ليه درجات. مش هو مش مثبتها حاجه معينه، لان هو من هدفه الاساسي ان هو يحسن سلوك الانسان. انما ما يقضيش عليه. دي القوانين الخاصه او العقوبات الخاصه طبعا. بالسرقه. بس حضرتك عن جرائم اخرى كانت بترتكب واللي بيها كمان بنتصور شكل الحياه المجتمعيه في ذلك الوقت، دي كلها عقوبات خاصه بالسرقه. هل كان هناك شكل من اشكال الجريمه اخرى طبعا في ذلك الوقت عند طبعا. المصري القديم؟ يعني عندنا في جرائم القتل مثلا بالظبط، التحرش طبعا. يعني عندنا مثلا زي ما حضرتك ذكرت القتل مثلا. القتل ده زي ما عندنا في المجتمعات الحاليه بالظبط بيتم الحكم عليه بالاعدام طبقا للرسائل السماويه المختلفه. كان موجود القصاص في مصر القديمه. الشخص اللي قتل فيقتل بكل حيثياته، وظهرت بنصوص عده باستثناء لو قتل بدون قصد. يعني ده كان موجود، يعني قتل مع سبق الاصرار، وقتل خطا زي ما حضرتك ذكرتي. القتل الخطا ده اللي هو بيعمل الديه مجازا زي في الدين الاسلامي. كان في الديه وقتها طبعا. بيدي قيمه مجازا للاسره بتاعه الشخص اللي توفى، وبيغفروا له ذنبه اللي هو اتمه دوت، لان هو ما كانش يقصد مجازا. انما لو هو قتل عن عمد بقى بالتحديد، سواء قتل انسان او حيوان، ودي نقطه مهمه جدا. يعني بنوضح حقوق الحيوان كانت موجوده في مصر القديمه. شوف المجتمع المصري كان راكز ازاي. يوصل ان ممكن شخص يتقتل او يتعدم مجازا مقابل ان هو قتل حيوان. طب قتل حيوان لما هو كان المصري القديم عايش على الصيد كمان، كان هنا لا نفترض ان هو مثلا عامله معامله سيئه، وصل بيه ان هو يقتله، توفى مجازا بسبب قمع او ضرب خاص بيه، زي ما احنا بنشوف ان هم بيجوا يسيئوا يقولوا ان مثلا المجتمع الحالي ما بيعاملش الرفق بالحيوان بصوره جيده. لا، احنا من زمان عندنا الرفق بالحيوان، احنا اللي واضعين مبدا الرفق بالحيوان، فما حدش يزايد علينا. فده موضوع يعني احنا عندنا وصلنا اللي احنا حاطين له قانون. عايز حاجه اكتر من كده؟ بجانب ان الشخص اللي كان بيقتل متعمد ده كان بيوصل بيه ان هو بيتحكم عليه بالاعدام. بالاضافه ان كان في نقطتين مهمين جدا، ان ودي ذكرها بالعمد لان دي كانت قواضي مهمه جدا في مصر القديمه. الاب اللي ممكن يقتل ابنه عن عمد، او الابن اللي ممكن يقتل ابوه. دي نقطتين خطار جدا، وده كان موجود في المصري طبعا القديم. حصلت في بعض البرديات. طبعا ملابسات القضيه مش واضحه لنا. الضغينه اللي ممكن وصلت ان الاب يوصل الحاله ديت، او ان الابن يوصل الحاله دي، ممكن تبقى الاسباب تافهه زي ما ممكن يحصل في المجتمعات الحديثه. عقله مش مركز، الشيطان مسيطر عليه في بعض الاوقات، يرتكب امر هو مش عارف عمل كده ازاي. خد بال حضرتك ان انا بتكلم على حاله نفسيه، فهو لما يحط له العقابه هيحط له نفسي. كذلك الابن برضه لما هيحطوا له بشكل ان هو يتعذب. انما هو سهل عليه موته خلاص، كان في سجون يا دكتور؟
كان في سجون؟ طبعا كان فيه وهنتكلم عنها. بس الجزئيه دي ان الولد لو هو تطرق وقتل والده بالتحديد كانوا بيحرقوه ويمشوه هو بالحريق بتاعه على الاشواك، يبتدي ان هو عايز يحسسه بألم نفسي على ارتكابه للفعل ده. طبعا. طب الادهى ألم من ذلك نفسي بقى وجسماني. طبعا الادهى من ذلك الاب بقى. الاب اللي ممكن يفقد عقله ويبقى عنده للاسف الشديد مكابره بصوره مش لطيفه جدا، ويتصرف تصرف هو يندم عليه. طب الندم ده بقى المصه دي موضع له قانون عشان يحقق له التعب النفسي ده، ان القانون ان هم ابنه اللي هو قتله ده يربطوا ان هو يحضنه لمده 3 ايام، ويجيب حراس يفضلوا قاعدين حواليه ورديات عشان ما يفكش او ما يحاولش يفك الرباط او اي حاجه، يفضل 3 ايام كده. ده العقاب اللي هو يوصله، عقاب نفسي، انما مش هيسهل عليه ان هو يعاقبه ان هو يعدمه وانتهى الامر. هنا علشان إيه؟ يبقى ظاهره او يبقى ردع لاي واحد طبعا كانت تسول له نفسه ان هو يعمل تصرف زي كده. طبعا. وده برضو زي ما حضرتك ذكرت نقطه مهمه، ان كانت السجون موجوده في مصر القديمه. هل ده معناه انه كان في طبعا جهه بوليس طبعا و خبر ابيض ومباحث تبحث مثلا لو جريمه قتل حدثت؟ طبعا يعني بيريدوا يبحثوا لغايه ما يوصلوا للجاني. سجل جنائي كان موجود، تفتيش الجنائي كان موجود في مصر القديمه، وملابسات ودفاتر وسجلات. بنفضل نشوف مين اللي هو كان للاسف الشديد زي ما بنقول مثلا عنده سابقه مجازا، او كان مسجل خطر مجازا، او عنده قضيه. السجلات دي بيتدون فيها لما بتبتدي تحصل اي قضيه بيبتدوا يستعينوا بالاشخاص اللي هم مشتبهين فيهم. أيوة. على اعتبار ان هم اكيد يعرفوا مين ممكن سرق، او هم اللي يكونوا هم سرقوا مرة اخرى. والسجون كانت موجوده، وكان السجن بيوصل للمشدد، وزي ما قلنا ان بيتم حبسه. والمواضع السجون كانت موجوده برفقه المؤسسات القضائيه. يعني المؤسسات القضائيه زي ما قلنا كانت اغلبها مثلا موجوده عندنا في معبد الكرنك، كان في جوانب للمحكمه القضائيه المركزيه زي ما ذكرنا، وكان في محاكم محليه عثرنا عليها سواء في الدير البحري او في ابيدوس او منطقه اللاهون. كل دي محاكم زي ما قلت محليه مجازا، بس كان بيبقى مرفقه، او السجن مجازا كان بيبقى بصحبتها، بجانب ان احيانا كان بيبقى في سجون في المعابد. والنقطه المحوريه الخطيره جدا المهمه جدا ان ظهر لنا عمل المرأة في القضاء. طب هل هي كانت قاضية؟ لا، ده للأسف ما قدرناش نوصل لتوصيل دقيق عنه. بس هي اشتغلت بمثابة بنقول في السلك اللي هو متعلق بالحكومة او بمثابة الامن. ان هي كانت ايه؟ لقينا نقش موجود على سيدة كانت مسؤولة او المشرفة على غرفة الضيافة المتعلقة بالسجن، يعني بمثابة الايه؟ الزيارات. طب هو وارد كمان انه، او هل كان في ما يثبت مثلا انه كان في سيدات بترتكب جرائم؟ ما احنا بشر برضه في النهاية. طبعا، بس مش جرائم قتل، ولكن جرائم للاسف الشديد جرائم خيانات وزنا. دي كانت موجودة في مصر القديم. طبعا. وقبل ما نتكلم حتى عن النقطة دي زي ما حضرتك ذكرتي، ودي نقطة مهمة واشكر حضرتك عليها في الربط، ان النص حتى بتاع اللي هي السيدة المسؤولة عن الغرفة بتاعت الاستقبال الضيوف للسجناء. طب هل كده في سجون لسيدات مصرية ولا هي كانت شغالة في العمل عادي؟ دي نقطة مش واضحة لنا بالتحديد في النص مبهم بعض الشيء. بس في النتاج الأساسي ان استكمال النص ان كان بيقول ان زي ما قال ان هي كانت مسؤولة عن كده، قال ان في اشخاص معاونين كانوا مسؤولين عن مراقبة. دي نقطة مهمة قبل ما تطرق للحديث عن جرائم السيدات. اللي مسؤول عن مراقبة السجناء أثناء قيامهم ببعض الأعمال السوية. يعني إيه مش فاهمين؟ يعني بيعملوا اللي هم زي ما بيشغلوا دلوقتي حاليا السجناء في الحجارة أو في أعمال الزراعة. الشغل مع النفاذ يعني. ليه بقى؟ لأن هو عايز يطلع إنسان صالح. صح. يعني احنا بنشوف صنعة الناس بيدونا مواعظ لدول في امريكا الجنوبيه زي البرازيل، لدول في اوروبا مختلفه، ازاي بيحسنوا قوام المسجون، ان ممكن يدوله تباعا كل شهر كتاب ويقولوا له عايزين تقرير عنه في الاخر. بيخرجوا الراجل بعد 25 سنه ما شاء الله عالم. واحد تاني مثلا كان متكاسل وبيبتدي يشتغل اتوات وبيسرق، بيخرجوه ان هو بعد ما بيعلموه بمثابه ان هو صنعه مجازا او يولد كهرباء لمنطقه محيطه جنب السجن، يطلعوه بقى يجري على اكل عيشه. طب المبادئ الانسانيه اللي انتوا وضعتوها احنا اساسها
احنا من ايام قدماء المصريين، احنا بنتكلم من عصر الدوله الحديثه وده موجود. يعني المجتمعات اللي هي بقت تحط المبادئ دي، واحنا لما بنعمل كده ده جذورنا اللي بتقول لنا كده. احنا مش واخدين دوت من بلدان اخرى. لازم نفهم يعني ايه قيمه بلدنا دي. بلدنا دي دراسه التاريخ دوت بيصدر بمثابه جوانب بتوضح الحاله اللي ممكن نقولها قد ايه المجتمع المصري كان راقي بدرجه كافيه ان هو صدر كل الجوانب او المبادئ المتعلقه بالانسانيه دي لكل بلدان العالم. والنقطه اللي حضرتك بتذكريها حتى لو رجعنا ليها اللي هي متعلقه بفكره السيدات او هل كان في جرائم السيدات ارتكبتها بالتحديد، ما ظهر لناش جوانب متعلقه بالقتل مجازا او الاختلاس او الرشوه، لان ده كله كان موجود واغلبه متعلق بالجوانب الإدارية أو العمل الإداري. الجزئية اللي ممكن حكم فيها على السيدات كانت متعلقة زي ما قلت بالخيانات أو الزنا بالتحديد. وده كان بيوصل بيه اللي هي بالتحديد بتقتل وبيتم حرقها، أو بيتم اللي هو رمي رمادها في الآخر لنهر النيل، أو يتم رميها مرة واحدة غرقا في نهر النيل، أو يبتدوا إن هم يقتلوها وبعد كده للأسف الشديد يرموها لبعض الحيوانات الوحشية تاكلها. ده نتاج إن هي كردع للخطيئة اللي هي ارتكبتها. لأن المجتمع المصري أكيد زي ما أنا بتكلم إن كان في حالات خيانات وحالات زنا، وده كان موجود سواء للرجل أو للأنثى، وكان بيبقى فيه برضه زي ما أنا قلت هنا القانون كان بيطبق على الرجل أيضا طبعا، لأن كان برضه بيعمل نفس الأمر دوت. وكان هنا حتى بيبقى يعني في مواضع كتير جدا للجانب بتاع الزنا ده بالتحديد سواء للرجل أو الأنثى. لو هو تطرق للأمر السيدة مش متزوجة أو السيدة متزوجة، في ضوابط هنا أو بمثابة ده نفس فكرة الدين بالطبع. يعني بيبقى في حكم مزدوج اكيد. هو برضه بيقتل في النهايه وبيتم قتله على باب زوجها لو كان حتى هي متزوجه مجازا. يعني القانون المصري كان حاطط مواضع متعدده زي ما بنقول الماده كذا بتقول كذا. كل الجوانب اللي احنا بندرسها في الحقوق دلوقتي او الجوانب المتعلقه بالمحاماه والضوابط القانونيه او الدستور المصري، ده كان موضوع منذ قديم الازل. مفيش اي حاجه مختلفه طبعا. ده احنا اللي صدرنا كل ده للعالم. ده خليني اسال حضرتك زي ما كنا بنتكلم على فكره وجود قضاء ووجود محاكم، بس هو بيتوارثها الاجيال طبعا. بعد كده هل ده معناه وفي مواد للقوانين، هل ده معناه انه كان في كيان اشبه بفكره كليات الحقوق وكليات الشرطة، بحيث ان ده بيخدم في السجون وده بيخدم في القضاء؟ سؤال مهم وفي التحقيقات وكذا. سؤال مهم جدا. ان جزئية اولا التعليم المصري وده اللي احنا بنفتكر ليه حاليا ان محتاجين ده يبقى موجود. ان جزئية التعليم المصري في مصر القديمة كان كل جوانب الحياة بيتعلمها. يعني هو بيبقى الطالب الصغير او التلميذ بيخرج اشبه ان هو عالم بكل مواضع او مجالات الدنيا وكل الوظائف الحياتيه اللي هو بيلمسها قدامه. تمام. الجوانب دي كلها بتخليه ان هو يتجه الاتجاه اللي عنده رغبه ليه. انا شخص هتجه اتجاه ان انا ابقى بميل للناحيه الطبيه، الناحيه الهندسيه، الناحيه التاريخيه، الناحيه الجغرافيه، ناحيه الامن والشرطه. ودي كان ليها اعتزاز في مصر القديمه بصوره كبيره جدا. ان كان عندهم جزئيه الشخص اللي هيبقى يعني كأنه بيقدم الواجب الوطني. ان هو لما يبقى في الامن الداخلي سواء امتهن مهنة الشرطي او الامن اللي هو الخارجي مجازا اللي على الحدود الخاص بالدولة المصرية كجيش بالتحديد. دول كان لهم سمو كبير جدا. ويحضرني حاجة اقول لحضرتك لفظ احنا بنقوله حتى كان الشاب في مصر القديمة يعني اللي هو بيدخل الجندية مجازا كان بيسميه نفر اللي اتحرفت لنفر. احنا بنقول دلوقتي عسكري نفر. طب عسكري نفر دي معناها ايه؟ يعني شاب صالح. كلمة نفر دي كان بيطلق على عسكري لفظ شاب صالح. الامر تطرق معانا ان احنا بقينا نطلقها على اي فرد بنشوفه واحنا بنعد العدد مجازا. نقول كام نفر؟ اعتزازا ان هو عايز يقول لك ان الشاب اللي كان بيمتهن مهنة الجندية دي كان يعتبر كده وصل لدرجة الصلاح الكاملة. ان هو علمه ازاي يدافع عن ارضه وعرضه. لان زي ما انا قلت لو ده حصل له اختلال خلاص هيخلي العدو يبقى متمكن منك. ويمكن المبدأ ده كان موجود في مصر القديمة. الشخص اللي كانت للأسف الشديد نفسه بتبقى ضعيفة ويوصل بيه ان هو يرتكب من ضمن الجرائم اللي هي الخيانة العظمى. دي حصلت في مصر القديمة. الخيانة العظمى اللي هي التجسس والتخابر مع جهات أخرى. دي كانت موجودة. فكرة التآمر على النظام الحاكم، فكرة اغتيال الملك. كل الجوانب دي كانت موجودة في مصر القديمة. وشاهدنا ملابساتها في الملك ابن محات الأول
كان المفروض هيولي ابنه بعدها سنوسرت الاول بالتحديد، ولكن حصلت مؤامره من قبل احدى الابناء الخاصه بيه، ولكن مش هو اللي محدد اللي هيمسك الولايه، تآمر عليه من اجل اغتياله. وده طبعا اللي هو خرج عن فكره الامر القانوني مجازا، وابتدى ان هو يرتكب جريمه تتشابه مع الخيانة العظمى. في أشخاص ثبت إن هم كانوا بيتخابروا مع جهات أخرى أو الجاسوسية مجازا، وده وصل إن عقابهم كان اللي هو قطع اللسان في مصر القديمة ليه بالتحديد، على اعتبار إن هو نفذ العقاب هنا على العضو اللي هو بيرتكب بيه الجريمة. أيوة. زي ما قلت السرقة يبقى قطع الأيدي، الخيانة مجازا أو اللي هو التجسس يعني التخابر ونقل أحوال البلدان، إن هم يقطعوا له لسانه مجازا كعقاب ليه. والجزء الاسمى كمان ان هم كانوا بيطردوه من الجنديه، وده كان حاله ان هم اشبه ان هم التشهير بيه. طبعا التشهير بالظبط زي ما حضرتك ذكرت، التشهير بيه. تاريخنا جميل قوي طبعا قوي قوي، وحديث ممتع، وكان عندي اسئله تانية كتير، كنت عايزه اسال على حاجات تانية، بس مع الاسف وقتنا خلص. اكيد هيبقى لنا لقاء اخر. دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوويه وعضو اتحاد المؤرخين العرب، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا، نهارك سعيد. شكرا جدا يا فندم، نهارك سعيد. شكرا يا فندم.